طيب يا شباب، الجزئية رقم 12 بقى في الكورس بتاعنا الخاص بمواضيع الجبر، وهي حل معادلتين في مجهولين من الدرجة الأولى. دي يا سيدي قال لك لها 3 طرق للحل، طريقتين جبريا وطريقة واحدة بالآلة الحاسبة. الطريقتين الجبري في طريقة اسمها طريقة التعويض هنحل بيها دلوقتي، وفي طريقتين اسمها طريقة الحذف. تمام كده؟ في السبورة الجاية إن شاء الله، وطريقة الآلة برضه أعلمك بيها. طيب تعال نشوف كده مثال. بقول لك اوجد قيمه A و B. عندي معادلتين اهمت، ما انا قلت لك حل معادلتين بقى مش معادله واحده. كل اللي فات ده كنا بنحل معادله ايه؟ معادله واحده، فمجهول واحد اللي هو اسمه A. هنا بقى معادلتين اهو، معادلتين يبقى فيهم مجهولين، مجهول الاول اسمه A والثاني B. خلاص. المعادله الاولى بتقول لك 3A زائد 2B بيساوي 12، والمعادله الثانيه 4A زائد 5B بيساوي 23. يلا نحل باول طريقه، وهي مين؟ طريقه التعويض. مع بعض كده بالراحه. يبقى اولا الحل بطريقة التعويض. ركز كده معايا بقى. بص يا سيدي، بكل بساطة هنروح نجيب مثلا قيمة البي في طرف لوحدها من المعادلة الأولى، وبعدين نروح نعوض بقى في المعادلة مين؟ في المعادلة الثانية، فنجيب قيمة الايه. خلاص. وبعد ما نجيب قيمة الايه نعوض عنه بقى، يطلع مثلا ب2 يطلع ب3، نعوض بقى عن قيمة الايه في أي معادلة من المعادلتين نجيب قيمة البي مع بعض بالراحه. يبقى اول حاجه هنجيب مثلا قيمه البي في طرف لوحدها من المعادله الاولى اهو. يبقى اول حاجه هنجيب البي في طرف لوحدها. خلاص كده. من مين؟ منين؟ من المعادله الاولى. طيب البي في طرف لوحدها من المعادله الاولى، بص كده المعادله بتقول لك ايه؟ 3A زائد 2B بيساوي 12. الجمع اللي هو ال3A يعد هناك بإشارة مخالفة، فيبقى 2B بيساوي 12 ناقص 3A. بعد كده نقسم على مين بقى؟ نقسم على 2. فتبقى البي بتساوي 12 ناقص 3A على ال2. خلاص. بروزها لي كده بقى. دي كده يا شباب قيمة مين؟ قيمة البي في طرف لوحدها. خلاص. طيب خدها بقى عوض بقى في المعادلة مين؟ في المعادلة الثانية. بعد كده الخطوة الثانية نعوض عن البي في المعادلة الثانية. نعوض عن البي في المعادلة الثانية. المعادلة الثانية بتقول لك 4A زائد 5B بيساوي 23. اكتب المعادلة زي ما هي كده، 4A زائد 5 في مين بقى؟ في البي. افتح بقى قوس واكتب لي قيمة البي بقى اللي انت طلعها هنا كده في جنب، اللي هي 12 ناقص 3A على 2. الكلام ده كان بيساوي كام؟ 23. خلاص. خد بالك انا كتبت هنا المعادله الثانيه زي ما هي، شلت بس البي ده حطيت ما يساويها. البي بتساوي 12 ناقص 3 على 2. 12 ناقص 3 على 2. خلاص كده. طيب بعد كده انت عندك رقم مضروب في قوس، بنضربه مره في الاول ومره في ايه؟ مره في الثاني. خد بالك بس الرقم يضرب في مين؟ يضرب في البسط بس. ما انا اديتك برضو رقم مضروب في كسر ينضرب في البسط بس، مش في البسط والمقام، لا في البسط بس. يبقى انت عندك هنا كده 4A زائد، خد بالك 5 في 12 ب60. خلاص كده. ناقص 3 في 5 ب15، وطبعا ايه اهي الكلام ده كله على مين؟ على الاثنين، بيساوي ال 23 زي ما هي. خلاص. طيب انت لو ركزت معايا، انا ممكن الاثنين ده مش دي المقام بتاع 60 ناقص 15 ايه؟ قال لك ما انت ممكن توزع المقام، يعني الاثنين دي تتوزع ل 60 وتتوزع لسالب 15 ايه؟ ازاي يعني بص 4 ايه اهيت زائد 60 على الاثنين، ممكن افكها كده يعني، ناقص 15 ايه على الاثنين برضه بتساوي 23. وزعت بس الاثنين المقام ده مره لل60 ومره لسالب 15. يبقى انت عندك هنا كده 4 ايه زائد 60 على الاثنين طبعا فيها 30 سالب 15 على الاثنين فيها ال7.5 طبعا مضروبه في الايه بتساوي كام؟ 23. خلاص. هنا بقى نجيب الرموز في طرف والارقام في طرف. انت عندك هنا الايه متكرره مرتين اهو، خدناها. هنجيب متكرره مرتين بس هم اصلا في طرف واحد. خلاص اطرح على طول. موجب 4 سالب 7.5 بسالب 3.5، مؤشرات مختلفه بنطرح وناخد الشرط الكبير من الايه طبعا. سالب 3.5 من الايه بتساوي، خد بالك بقى هنا 23 وهنا 30 بالموجب تعدي جنب 23 بالسالب، يبقى 23 ناقص 30. 23 ناقص 30 اهو، 23 ناقص
30 طبعا بكام؟ سالب 7. يبقى هنا كده سالب 3.5 ايه بتساوي سالب ايه 7. هنطير طبعا، سامعك وانت بتقول هنطير السالب مع السالب، يبقى كده 3.5 ايه بتساوي 7. يبقى كده قيمة الايه 7 على 3.5 فالاتنين على طول. ايه بتساوي 7، البعيد على القريب 7 على 3.5 فيها كام يا شباب؟ فيها الاتنين. كده انت جبت قيمة المطلوب الاول او المجهول الاول وهو مين؟ وهو الايه؟ طلع كده ب2. هنعوض عنها بقى في اي معادلة من المعادلتين دول نجيب قيمة البي. عوض مثلا في المعادلة الاولى اهو بالتعويض في المعادلة الاولى. هنعوض عن مين؟ عن الايه اللي انت جبتها ب2 اهي، الايه ب2 اهي خلاص. عوض عنها في المعادله الاولى. المعادله الاولى بتقول لك ايه؟ 3 ايه 3 في، طبعا احنا جبنا الايه ب2 شيلها بقى حط مكان 2 يبقى 3 في 2 زائد 2 في البي اللي احنا عايزينها بتساوي 12. طبعا 2 في 3 ب6 يبقى 6 زائد 2 بي بتساوي 12. هنعدي الستة دي هناك الطرف الثاني بإشارة مخالفة تنطرح من ال 12 يبقى كده 2 بي بتساوي كام؟ 12 ناقص 6 ب6 برضه. يبقى كده البي بقى البعيد على القريب نقسم ال6 على 2 6 على 2 فيها 3 يبقى كده قيمة البي ب3 يا شباب. يبقى احنا كده جبنا قيمة الايه طلعت ب2 وجبنا قيمة البي طلعت بكام؟ ب3. خلاص هي دي يا سيدي طريقة مين؟ طريقة التعويض، ان انت بتجيب احد المجهولين في طرف لوحده وبعد كده في اي من اي معادلة فيهم وبعد كده بتعوض بيه في المعادلة الايه الثانية فتجيب قيمة المجهول الثاني، وبعد ما تجيب قيمة المجهول الثاني تقدر تجيب قيمة مين؟ المجهول الاولاني. كده المسألة خلصت. دي طريقة مين؟ التعويض. السبورة جاية ان شاء الله. يلا ناخد طريقة مين؟ الحذف. يلا بينا. طيب عندنا بقى شباب الطريقة الثانية وهي طريقة الحذف لحل معادلتين في مجهولين من الدرجة الايه؟ من الدرجة الأولى. أنا عندي المعادلتين اهمت. المعادلة الأولى اللي هي 3 a زائد 2 b بيساوي 12، والمعادلة الثانية 4 a زائد 5 b برضه بيساوي 23. طيب بص يا سيدي طريقة الحذف احنا هنركز مع مجهول من المجهولين. عندك هنا المجهولين a و b خلاص. هنركز مع مجهول معين وليكن مثلا مين؟ البي. البي ديت بقى احنا عايزين نخلي المعامل بتاعها ايه هو المعامل؟ المعامل بتاع العدد الرمز هو العدد اللي مضروب فيه خلاص. يعني مثلا معامل البي في المعادله الاولى 2 موجب 2 معامل البي في المعادله الثانيه الرقم اللي مضروب فيها كام؟ موجب 5. احنا عايزين بقى نخلي البي ديت المعامل بتاعها هو نفس المعامل في المعادلتين. يعني لو المعامل مثلا في المعادله الاولى مثلا 5 نخليه في الثانيه 5، 10 نخليه في الثانيه 10 خلاص. نخلي لها نفس المعامل في المعادلتين. طيب اعملها ازاي دي؟ هو في المعادله الاولى المعامل بتاع البي ب2 وفي المعادله الثانيه ب5. عشان نخلي نفس المعامل قال لك اضرب كل معادله في معامل المعادله الثانيه. بالراحه كده اضرب كل معادله في ايه؟ في معامل المعادله الثانيه. يعني المعادله الاولى ديت هضربها في معامل الثانيه هضربها في 5. طب المعادله الثانيه هضربها في معامل الاولى هضربها في 2. يبقى بص كده المعادله الاولى دي بص دي كده هنسميها المعادله رقم 1 ودي كده هنسميها المعادله رقم كام؟ رقم 2. وهنقوم قايلين كده اهوت المعادله الاولى بالضرب في كام؟ بالضرب في 5. طب المعادله الثانيه هضربها في معامل الاولى اللي هو كام؟ 2 بالضرب في 2. بس خد بالك بقى انا كده 5 في 2 ب 10 صح؟ طب 2 في 5 برضه ب 10. يبقى كده خلينا البي مضروبه في 10 في المعادلتين بقى. بس انا عاوز واحده فيهم تبقى باشاره مخالفه عشان لما اجمع يطيروا مع بعض. فانا اخلي مثلا دي بدل ما هي 2 اخليها ايه؟ اخليها سالب 2. خلاص يا شباب؟ طيب بس بص بقى انت هتضرب المعادله اللي فوق دي اللي هي المعادله الاولى هتضربها في 5. هل هتضرب بس ال2 بي في 5؟ لا هتضرب المعادله كلها. فانت خد بالك من دي برضه. يلا 5 في 3 15 تبقى 15 ايه؟ 15 ايه زائد 2 5 في 5 ب 10 بي بيساوي 12 برضه في 5 كام؟ ب 60. خلاص يا شباب؟ ودي كده هنسميها مثلا المعادله رقم 3. يبقى دي كده المعادله الاولى دي كده المعادله الثانيه دي هنسميها مع بعض المعادله ايه؟ الثالثه يا شباب. طيب يلا اضرب لي المعادله اللي تحت المعادله الثانيه اضربها في سالب 2. يلا 4 في سالب 2 بسالب 8 ايه؟ زائد سالب 2 في 5 بسالب 10. بقت سالب 10 بي بتساوي سالب 2 في 23 بسالب كام؟ بسالب 46. ماشي يا حضرات؟ ودي كده هنسمي المعادله رقم كام؟ المعادله رقم 4. ركز لي بقى على اخر معادلتين كده المعادله الثالثه والرابعه. هنا البي المعامل بتاعها بكام؟ 10 وهنا البي المعامل بتاعها بكام؟
10 برضه بس بإشارة مخالفة بسالب 10 يعني. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ نجمع المعادلتين بقى. يبقى كانوا قايلين كده بيجمع المعادلتين، ماشي، مين ومين؟ رقم 3 و4 نجمعهم مع بعض. طب هتجمع ازاي؟ هتجمع معامل ايه مع معامل ايه ده، ومعامل بي مع معامل، طبعا هيطيروا مع بعض خلاص، وتجمع ما بعد الحد المطلق اللي هو بعد يساوي برضه تجمعهم مع بعض. يبقى بكل بساطة كده هنقول 15 ايه زائد سالب 8 ايه. طبعا هنا انا بجمع بس اشارات مختلفة، فهنطرح وناخد اشارة الكبير. يبقى 15 ناقص 8 بقت 7 ايه. ماشي يا شباب؟ طيب هنا 10 بي وهنا سالب 10 بي. في الجمع يطيروا مع بعض خلاص كده. يبقى الكام ده بيساوي ايه بقى؟ 60 زائد سالب 46 برضه اشارات مختلفة. اطرح وخد اشارة الكبير يبقى كام؟ 14. اشارة الكبير موجب. يبقى كده يا شباب الايه على طول بتساوي 14 على 7 البعيد على القريب، فالاثنين على طول. كده احنا جبنا مين؟ قيمة الايه. الموضوع سهل خالص اهو. طيب جبت قيمة الايه، عوض بقى في اي معادلة، عوض في المعادلة الاولى او في المعادلة الثانية عن قيمة الايه اللي هي ب2، هتجيب قيمة البي على طول. فنقوم قايلين كده بالتعويض في 1 في المعادلة الاولى يعني. ماشي. المعادلة الاولى بتقول لك 3 في الايه اللي هي طبعا جبناها ب2، يبقى 3 في 2 زائد 2 بي اللي احنا عايزينها بتساوي كام؟ 12. 2 في 3 بقت 6 زائد 2 بي بتساوي 12. عد 6 هناك بإشارة مخالفة، يبقى كده 2 بي بتساوي 12 ناقص 6 ب6. يبقى كده على طول البي 6 على 2 فالكام؟ فال3 حضرات. ولو برضه عوضت في المعادلة الثانية برضه تطلع البي ب3 برضه. بص كده 4 في ايه؟ الايه ب2، يبقى 4 في 2 ب8 زائد 5 بي بيساوي 23. دي 8 تعدي هناك بإشارة مخالفة 23 ناقص 8 بكام؟ 15. 23 ناقص 8 بكام؟ ب 15. 15 على 5 فاتة كده، يبقى كده البي ب3 على طول. ماشي يا شباب؟ طيب ثالثا لو انا برضو عايز احل نفس المساله بس بالاله الحاسبه بقى، انا كاتب لك الخطوات بالتفصيل اهو. اول خطوه نضغط على مود، يبقى انت تطلع معايا الاله كده، تفتح الآلة معايا، بعدين تضغط على عمود. طبعا هيجيب لك أنظمة كتير، هتضغط على 5 اللي هي اختصار اي كيو ان، دي اختصار ايكويشن. بعد كده تضغط على 1 خلاص كده. جاب لك هو معادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. نضع أرقام المعادلة الأولى بإشارتها ثم أرقام المعادلة الثانية بإشارتها. يعني المعادلة الأولى يا شباب اهي أرقامها كام؟ 3 2 12 بالإشارة اللي هي موجبة، هنا 4 5 23. بعد كل رقم تضغط بعد منه ايه؟ علامة يساوي. يعني هنقول 3 بعدين يساوي 2 بعدين يساوي 12 يساوي. هتلاقي الآلة تلقائي نزلت على المعادلة الثانية. خلاص تضغط او تدخل برضو ارقام او معاملات من المعادلة الثانية. نقول 4 يساوي 5 يساوي 23 يساوي، بعدين يساوي في الاخر تطلع لك قيمة اكس وواي. اكس طبعا اللي هي ايه وواي اللي هي بي. خلاص كده اكس بكام؟ ب2 اهو، تضغط كمان يساوي يديك قيمة واي ب3 بس. لو فضلت تضغط يساوي هيكرر في قيمة الاكس والواي 2 و3 يا شباب. خلاص يبقى كده الاي ب2 والبي بكام؟ البي ب3. طيب طبعا المجهول الاول ده اللي هو قيمة الاكس، والمجهول الثاني اللي هو مين؟ قيمة البي. خلاص كده